بس ليا كمان عتاب عليك يا استاذ احمد. حضرتك في ماتش النادي الاهلي وروما حاولت ان انت تخرج الجمهور النادي الاهلي من فرحته بفوز النادي الاهلي على روما، وتحوله مشكله الطياره وتحوله الى هذا الاتجاه. وانا حوله لايه حضرتك؟ ان انت كنت ساعتها بتحاول تقول يعني حصل حديث على الطياره وفقدان الطياره والجزئيه ديت. اهلاويت زملكاويتك حاول ما تظهرهاش قوي، لان انت حضرتك يا سمعت غلط يا اتقال لك غلط. انا ما اتكلمتش في حاجه زي كده. حضرتك عمال تقول زملكاويتك. لا هو اتكلم عن التحكيم، مشكله حضرتك عمال تقول زملكاويتك. انا مش زملكاوي يا استاذ محمد، ومش معنى ان انا بشيد بالزمالك ان انا زملكاوي. الزمالك لما بيكون كويس بيشيد بيه الكل باستثناء انا. نعم حضرتك اهلاوي؟ ليه يعني؟ هو انا ما كانش لا هي مصر ما فيهاش غير اهلي وزمالك؟ لا وانت بتعلن بوضوح انا زملكاوي. لا، ما عمري ما اعلنت ان انا زملكاوي، وانا مش زملكاوي. انا راجل سويسي اللعب والمولد، وبعشق حاجه اسمها الاسماعيلي. احب الزمالك بقى احب الاهلي بنسب. سيبك من حبه وما يحبش، ده بياخد حقه لانه كويس. يا كابتن هو احنا بنخفي انتماءاتنا؟ انا عارف. طب ما انا راجل. طب احكي لك حاجه يا استاذ محمد، ثانيه واحده. ما استاذ وائل هو معاك اهلاوي. انا اهلاوي، لكن انا لا لما تقول اهلاوي اوكي امان. الزمالك ياخد بطوله الدوري بعد غياب حتى تستعيد الكره المصريه. يا استاذ محمد، مش حضرتك قلت دلوقتي مصر فيها 60 مليون اهلاوي و30 مليون زملكاوي، صح؟ حضرتك بتميل لنادي الزمالك عن النادي الاهلي. في عندك ميولك من الناحيه بتاعت لو حضرتك بتشجع السويس والاسماعيلي يبقى حضرتك عندك جزء من طيب. ده شيء مش عيب، زي ما انا بقول للناس اللي بتشجع اللي عندهم استاذ محمد عشان بس انا محمد كفيت ووفيت. بتوجه لك بالشكر. هاخد بس